السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ملخص الموسم الكروي عامة في الدوريات الخمسة. أول هام يعتبر أنا يعني بالنسبة لي النادي الأهلي يعتبر خد بتفوق الدوري المصري. رغم إن الدوري لسه بدري، تقريبا فاضل 8 9 جولات. لو كسب فاضل لسه الأسبوع العشرين ويلعبوا فيه عشان متأخرين في الماتشات، لكن يعتبر الأمر شبه محسوم، فهي عايزة معجزة عشان ترجع منافسة تاني بين الأهلي والزمالك. الأهلي صراحة موسم قوي جدا على جميع الأصعدة، سواء على دوري الأبطال. كان الأول فيه لغط كده ونجوا بأعجوبة بما يرضي الله يعني. كان كان في بعض الضربات اللي حصلت في الفريق، لكن الفريق والمدرب قدروا يتفوقوا عليها. النادي الأهلي صراحة بين إنه فريق كبير فعلا لما طلع من دور المجموعات اللي هو نجا منها بأعجوبة بنفس عدد النقاط تقريبا مع فريق نادي الهلال. عدى ووصل للنهائي، بين قوة، بين الشخصية بتاعته بقى أكتر من حصل على البطولة. ونفس الكلام أنا كان عندي إحساس إن نادي الزمالك لو كان عدى كان هيعمل حاجة، لكن بعد التدهور والمشاكل والتري حاجات غريبة اختفى عامة، واختفى في الدوري وحاجة غريبة جدا. صراحة نرجع تاني للنادي الأهلي. النادي الأهلي على المستوى الجماعي التيم بتاعه قوي جدا، بالإضافة لدكة قوية جدا جدا جدا. طلع بمكاسب كبيرة، واحد زي مروان عطية صفقة في الجون. عدم التخلي عن حسين الشحات، وهو لاعب من أهم لاعبي منظومة النادي الأهلي. وكان يعتبر في بداية الموسم أو في نص الموسم كان هيمشي ببلاش تقريبا، او هيروح لانبي او كلام من ده. انا كنت شايف، انا الوحيد اللي كنت بتكلم في الموضوع ده، وبتكلم مع زمان، بتكلم مع الناس عامه، ان حسين الشحات لو مشي من النادي الاهلي هيأثر جدا. اللعيب بتاع ماتشات كبيره، لعيب جوكر زي ما بتقول، مهاره، سرعه، انهاء كويس جدا. اي نعم بيحصل له ضربات، لكن بيحصل لاي لاعب. هو النسخه الافضل من انا بالنسبه لي حسين الشحات لاعب طالع من الشارع، لاعب هو ده اللاعب اللي هو ايه، اللي انا اديله ماتشات كبيره وانا ما اخافش، او اجهزه. هو النسخه يعني اللي انا شايفها الكواليتي الاعلى من اللعيب اللي هو ناحيه اليمين، مش طاهر طبعا، لا. ناحيه اليمين ده اللي هو نفس المستوى، بيلعب على المهاره وكلام من ده. ما هو افضل طبعا من طاهر، محمد طاهر. عامة برضو من المكاسب حسين الشحات. علي لطفي لما احتاجوه في كذا ماتش، بين انه حارس كبير طبعا. وبرضو ده هنتكلم في النقطة بتاعت مصطفى شوبير اللي هو هيبدأ الماتش بتاع النهائي. الأنباء كلها بتشير للكلام ده. لعيب زي رأفت خليل لعيب كويس جدا، خامته كويسة جدا جدا. كهربا نمرة 9 حاجة يعني كانت ناقصة النادي الأهلي، هيعمل لو هو يعني يعتبر لعيب جوكر، وكان باين مواسم كتيرة جدا. بس هي المشاكل بتاعته دين تريبين كلام من ده. برضه كهربا مكسب كبير للنادي الأهلي، سواء على بطولة أفريقيا أو في الدوري. بس هي المشاكل اللي عنده الكتيرة دي، لو ركز في الكورة بس هيبين الكواليتي بتاعه الكبير. دول من احسن 3 لعيبه، ونضيف عليهم ديانج تطوره برضه في الناحيه البدنيه، والباص اللي بقى كويس عنده بقى اتظبط كويس، بالزياده للضعف للرجوع والتقدم. برضه لعيب هو مش صفقه ولا حاجه، لكن قدم موسم افضل من افضل من ممتاز. محمد الشناوي مش هنتكلم عليه لان كان في ضربات وطلوع ونزول وكلام من ده على طول الموسم. يعني مثلا صفقه زي اللي احنا اتكلمنا عليهم الثلاثه، طبعا حسين شحات والدنجي طبعا نشيلهم من الكلام ده. الاهلي برضه الاهلي عمل كذا صفقه بس وداهم اعارات. دول يعني من افضل لاعبي النادي الاهلي، وتحس ان النادي الاهلي يعني فقد اسمه ده، اكتسب كتير يعني من الميزات بتاعته. لكن انا بحس ان المشكله اللي موجوده عند النادي الاهلي ضعف الدفاع بتاع النادي الاهلي الدفاع بتاعه ما تعرفش، ساعات يبقى كويس، ساعات يبقى قوي، ما فمش ثابت، مستواه مش كويس. لكن محمد عبد المنعم اساسي، يعتبر لعيب كويس جدا في النقطة الدفاعية. ما تعرفش متولي، ياسر، ربيعة، كلام بيغيروا عليه، لكن أساسي طبعا محمد عبد المنعم. محمد شريف عمل موسم ممتاز جدا 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 طبعا. دول كانوا يعتبر من
الجماعه اللي كانوا بارزين قوي واللي هم فرقوا مع النادي الاهلي. انت بتتكلم، مش هنتكلم طبعا على الشناوي لان الشناوي مستواه عالي، بس كان الموسم ده مش احسن حاجه. محمد عبد المنعم يعتبر من الاضافات واللعيبه الثوابت وبقت الركائز الاساسيه للنادي الاهلي. طبعا مروان عطيه مكسب كبير جدا جدا هو وديانج. حسين الشحات اللي انا براهن عليه وما زلت براهن عليه وهيعمل حاجه في النهائي، وخدها مني قبل الماتش بيوم اهوتي. كهربا طبعا مش هننسى دول، يعتبر من الاربعه دول هم يعتبر النادي الاهلي عامه. مش طبعا مش هننسى فضل لعيبه تانية، لكن دول مؤثرين وتاثيرهم واضح جدا جدا. ولما بيجيب حد منهم، لا انت بتحس ان النادي الاهلي فايته كتير وبتاع. طبعا ما ننساش طبعا المدرب اللي رجع الثقه طبعا لكهربا، اللي ادى الفرصه لحسين الشحات اللي هو كان يعتبر كان قريب انه يمشي من النادي الاهلي. النادي الاهلي موسم يعتبر، يعني انا بقول لك النادي الاهلي بطل الدوري السنه، وبنسبه كبيره جدا النادي الاهلي هياخد بطوله افريقيا. ده توقعي من الوداد وهيعمل ماتش كبير هنا، لانه صراحه كورته كويسه، في سرعه، في تحركات، في تكتيك. اللاعب المدرب الجديد انا مستغرب ان رضا عبد بيتكلم عليه كلام مش كويس، يقول لك ما عندوش فكر كلام من ده. لا ده لاعب، ده مدرب بيحسن بيعمل كلام من ده. ده كان بالنسبه لجزئيه النادي الاهلي. نادي الزمالك هو نادي غريب جدا جدا، وصراحه ربنا يكون في عون الجماهير بتاعت نادي الزمالك. بس بصراحة نادي بدأ الموسم في تخبط وبيع لعيبة وإدارات ورجوع إدارات ومش إدارات، ومدربين بتتغير، ورئيس نادي بيتحبس وبيطلع ولا بيرجع، لا صفقات، لا مش 13 صفقة، مش حاجة منتهى العشوائية. تشوفها في نادي بيلعب يعتبر بينافس النادي الأهلي هو نادي الزمالك. عشوائية غير طبيعية في كل حاجة، يعني في اختيار المدربين، في المشاكل بتاعة الإدارات، في عدم التنظيم، في زي ما تقول تبقى عايز تعمل حاجة كويسة يرجع حد يلخبطك. يعني فريق فيه حاجة، يعني مش يعني ايه. ورغم كل ده الفريق يلعب ماتش كويس، ماتش كويس، مش لا المدرب ده حلو، لا المدرب ده مش حلو، لا المدرب ده كذا، لا الماتشات كذا، لا تربي. فكان موسم صراحة لنادي الزمالك يعتبر للنسيان على جميع الأصعدة. يعني يعتبر هو الحاجة الوحيدة اللي هتتم نادي الزمالك هو ماتش الأهلي اللي هيبقى في الدور الثاني. ده اللي هتبقى جماهير الزمالك هي المستنياه من الموسم ده. يعتبر موسم كارثي وموسم صفري على جميع الأنحية، بزيادة عن الأخبار اللي أنا بسمعها دلوقتي إن زي سيف جعفر قريب من بيراميدز، أسامة نبيه، لعيبة كانوا برزوا وطلعهم فيريرا وقال لك ده اسمه ديت ابناء النادي ودول مستقبل النادي. دي حاجات غريبه تقريبا في التجديد، مفيش فلوس كلام من ده، يعني ما اعرفش عامه. لكن موسم سيء جدا. بس نادي الزمالك يعطى برضه يتم زي ما هو نادي الزمالك ومنافس النادي الاهلي، بس على المستوى الافريقي نادي الزمالك ضعيف وسيء جدا جدا جدا. بيمر بأسوأ المراحل بتاعته على مستوى افريقيا، سواء كان المنافس قوي سواء كان المنافس ضعيف. وانا من بقاله سنتين 3 سنين المنافسين بتاع نادي الزمالك هي فرق ضعيفه جدا جدا. لو لعبوا في الدوري المصري ما هيتزايلوا جدول الترتيب او في النص. فانا مستغرب ان نادي الزمالك بيعملوا ده. يعني كان في الفتره اللي هي التخبط بتاعت فريرا والكلام ده، في لعيبه يا جماعه في نادي الزمالك بتلعب ما تلعبش درجه تانية، اقسم بالله ما تعرفش دول بيلعبوا على انه اساس. يعني لعيب انا بالنسبه لي هتكلم عن رايي طبعا، اللي هو عجبك مش عجبك، ممكن اللي انت شايفه صح. يعني لعيب زي مثلا حسام عبد المجيد، انا بالنسبه لي لا قدامه يا ده يطلع اعاره. لكن ما يقول لك ما فيش غيره كلام من ده تن تن تن، لا حسام عبد المجيد عايز سنه سنتين كمان عشان يثبت في الملعب. لعيب بيجي في ماتشات ضعيفه وماتشات قويه، اخطاء ما تجيش في واحد بيلعب لسه عايز شويه، لسه عايز سنه سنتين. انا بالنسبه لي ده حسام عبد المجيد يطلع اعاره. التغيير الغريب بحراس المرمى محمد عبد الصبحي سواء، ده كل الكلام ده دردشه عن النادي الاهلي ودردشه عن نادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي هنتكلم برضه عنه لان الماتش بتاع افريقيا جاي ده. نادي الزمالك دي دردشه ما بيننا وبين يعني نرجع لمحمد. التغيير اللي حاصل دايما بين محمد صبحي وبين عواد، ده مفيش حاجه اسمها كده انك تلعب ده شويه وتلعب ده شويه، ده مستوى ثابت ده مش مستوى ثابت. هو حارس المرمى له بديل. لكن تبدل كل شويه دي ما بتحصلش حصريا يا جماعه غير في نادي الزمالك. نادي الزمالك هو اللي واخد بقى التوكيل والحصري بالشغل ده، ان هو يبدل كل شويه بين حراس المرمى. لعبت مثلا نيجي نتكلم
عن الكارثه بتاعت نص الملعب. نص الملعب يا جماعه بتاع نادي الزمالك من افقر نص ملعب موجود في الدوري. طبعا بعد رحيل امام عاشور اللي كان بذره كان هيبقى مستقبل كبير جدا للنادي، لكن طبعا مشاكل في التجديد ومشاكل الاطارات وكلام من ده، طبعا الكلام ده غير موجود في النادي الاهلي تماما، لانه نادي منظم ونادي منضبط، نادي عارف عامل لائحه، عامل قوانين، عامل 1 2 3 4. طبعا الكلام ده نتمنى نشوفه عشان المنافسه تبقى متوازنه، ما يبقاش ده يحس انه بيعمل المستحيل عشان يبدا ينافس او ياخد بطولات ورا بعضها ديت. يعني يا ريت يبصوا للنادي الاهلي فيها. نص الملعب يعتبر من افضل نص ملعب موجود في الدوري. انت كنت بتلعب نص الملعب في الاول عباره عن رؤى وامام عاشور وساسي. طبعا ساسي لما مش تقريبا من اول الدوري او من الموسم اللي قبليها الكلام من ده، ما عوضتش بنفس الكواليتي العالي بتاع الجوده دي. طلعت قلت امام عاشور هيعوض وكلام من ده، امام عاشور خرب الدنيا وطرح مش بقيت بتلعب. تخيل بتلعب جبت بتاع طلائع الجيش ابو شهر ده السويسي، و دونجا يعني لعيب. يعني ما تعرفش بيراميدز المهتم محتفظ باللاعب ده، هو جمده في اخر الموسم يعتبر ما لعبش تقريبا غير ماتش موسم بلاد توريه، ده لعيب عالي جدا يغطي على اي حد. جمده يعني لعيب، يعني انا شايفه الضغط بتاعه لعيب يعتبر، او بيلعب 8 بس هم بيلعبوه 6. مش مكانته، مش عارف 8 بحسهاش في دونجا. يعني لعيب عادي، يعني يلعب يمشي انبي، يمشي حرس، يمشي طلائع كلام من ده، لكن نادي لا، خطوه كبيره عليه. انا شايفها بالبتاع ده، شايفها بالمنظومه دي. رؤى نفس الكلام. يعني انت بتتكلم نص ملعب نادي الزمالك ونص ملعب فريق ضعيف جدا جدا. الاسماء اللي موجوده دلوقتي بالحاح اللي جايبينه جديد ده تقريبا بيلعب 8 ولا 9، برضه مش هو الكواليتي العالي اللي هي فريق بينافس في افريقيا، بينافس هنا بينافس هنا بينافس هنا، لا. نفس الكلام كذا لاعب، مش هنقعد بقى نتكلم عن كله، لكن لعيب انا كنت بتوقع له انه اللاعب الافريقي انه يبدا ده، مش عارف ما بيلعبش ليه، اصابات تخين. ما ناس يقول لك ده زايد، مش عارف. لعيب كويس جدا، افضل من الجزيري يلعب لك ماتش حلو او 5 مش حلو. طبعا زيزو مش ده يعتبر من المكاسب ومن الصفقات المتجدده، لعيب لما بيبقى في حالته بينقل نادي الزمالك لمستوى وليفل عالي جدا جدا جدا. بس موسم كارثي يعتبر، النادي الزمالك عايز نص ملعب. طبعا هي ناحيه الشمال اللي على نادي الزمالك مش هنتكلم عليها، ناحيه كويسه. المسلوسي ماتش حلو ماتش مش حلو. الصفقه اللي كانت محسوده بتاعت عمر عبد الواحد دي لو كانت كملت كانت نادي الزمالك هيبقى عنده ناحيه اليمين كان كويس، لكن صراحه المسلوسي بيجي اخر كل موسم صراحه وبيغفل الكل، بيعمل مستوى افضل تقولش اسمه ده ترينت الكسندر برضه في عز مجده، بجوان وبيشيل وبيدافع وبيحط، ما تعرفش لعيب طبعا مجتهد. لكن لو في صفقه احسن منه يبقى كويس جدا. آه، انا شايف ان مصطفى شلبي ما يعوضش بن شرقي. انت عايز صفقه يعني صفقه تؤثر، صفقه جامده، يعني لعيب متواضع، لعيب يلعب ماتش حلو وتلاقي ان نسخه الجزيري. يعني انا بالنسبه لي يوسف اسامه نبيه اللي بيقولوا انه هيمشي وما جددش لحد دلوقتي في ذمه تعنت وحاجه غريبه جدا من الاداره انه هيمشي احسن منه. لعيب متواضع جدا. نادي الزمالك عايز واحد او اتنين في نص يعتبر ثلاثة، واحد 8 وواحد 6 وواحد 10، او اتنين 8 وواحد 6، لان نص الملعب ضايع في الزمالك. عايز مهاجم واحد مع مصطفى شلبي، لان مصطفى شلبي انا مش شايفه في نادي الزمالك عامة. ونفس الكلام الدفاع عايز واحد اتنين. يا ريت نبص للحاجات دي او نحاول نعمل ده رايي برضو طبعا. نيجي بقى على اوروبا صراحه، الدوري الانجليزي طبعا السيتي داخل بمبدا يعني السيتي ماشي في الدوري الانجليزي ده مبدا انت هسيبك تلعب هسيبك تنافسني، لكن انا كده كده هاخد الدوري. يعتبر ان مانشستر سيتي واخد 6 بطولات من يعتبر اخر 6 سنين واخد فيها 5 دوري. يعتبر دوري من اقوى الدوريات في العالم، يعتبر بيصرفوا 2 3 مليار صفقات او مليار لو ما فيش على الصفقات كأندية. لكن السيتي ماشي يعني بنظام جاحد، يعني لعيبه توب التوب، البودلة بتاعتهم توب التوب. انت بتتكلم على نص ملعب من اقوى نص ملعب موجود في اوروبا عامة، سواء اللي بيلعبوا سواء في الاحتياط. بتتكلم على أجنحة في يعني 2 ثابتين. يعني الموسم اللي فات كان بادئ الموسم اللي فات مش كان الموسم اللي فات كان بادئ بمحرز وبيلعب بفودن، كانوا عاملين موسم خرافي. الموسم ده اتركن وركنه عفش قوي.
بدأ بجريليتش وبرناردو سيلفا. كان بيلعب برناردو سيلفا الموسم اللي فات نص، دلوقتي اللي هو ناحية الشمال. انت بتتكلم عن اتنين يعتبر من افضل الاجنحة في العالم. نص الملعب جوندوجان. طبعا قلنا اللاعب البرازيلي لما هيمشي هيأثر، ولا في اي تأثير ولا بتاع صفقات. لا، عين جامد. جوارديولا يا جماعة من افضل، بل يعني انت مش هتتكلم في التاريخ عامة. يعني الارسنال عامل موسم، يعني من افضل المواسم اللي بقاله 10 20 سنه، لحد تقريبا 8 9 جولات هو المتصدر وفرق كبير. لكن يا جماعه خبره. وبرضو انا كنت متوقع ان ارسنال ياخدها، لكن ماتشات غريبه وغبيه مع فرق ضعيفه، يجي يتعادل ويخسر. ويعني يا ريتهم فرق قويه ما تهزش من الفرق الضعيفه، وقع فيها الارسنال. جه ما قدام اللي ما بيرحمش السيتي. لا، السيتي فارق كتير كبير في النقط دي. ده المدرب ده للمجموعه للتيم. انت بتتكلم انت بتلعبش كما انت بتلعبش مفيش نجم. يعتبر هو البارز هو دي بروين، صراحه لعيب صانع العاب كما يقول الكتاب. لكن بتتكلم ان جوارديولا معلم، واللي ما يقولش معلم يبقى مش يبقى يقعد وما يتكلم. صراحة أنا بالنسبة لي السيتي ماشي بمبدأ إنك اعمل كل حاجة ناخد الدوري في الآخر. مهما عملت مهما جبت مهما بتاع، يعتبر عنده يعني أنت ما تنفع مش هتعرف. ظلم إنك تقول في اتنين تلاتة أربعة في السيتي بارزين. لكن أنت هنتكلم هالاند عمل موسم للتاريخ، تقريبا 36 جون في الدوري الإنجليزي، أول موسم ليه. يعني صعب إن حد يعملها. لعيب خرافي على جميع الأصعدة، سواء في المهارة سواء في السرعة. يعني لعيب ما لا لا، مش المهارة قليل شوية، السرعة التهديف كلام من ده، بيلعب برجله اليمين بالشمال بدماغه. يعني حاجة النسخة الأبديتد من كريستيانو، أو أنا إحساس إنه هيحطم أرقام كتير. ده وطبعا منظومة يا جماعة، السيتي منظومة كبيرة جدا. طبعا نتكلم عن اللي هم الليفر. لا، الليفر يعتبر موسم كارثي كمثال الزمالك في مصر. موسم كارثي للنسيان. موسم صفري على جميع الأصعدة تقريبا. بس الحاجة الوحيدة الصفقات، يعني في لاعب عجبني أوي اللي هو جاب. لا، لاعب ده جاي لا ينتظر منه حاجة حلوة. بس زعلان أوي إن السيتي إن ليفر مش هيلعب دوري الأبطال. ليفر دوري الأبطال أحس إنه مش دوري الأبطال لما طول ما الليفر مش فيه. طبعا من بين محمد صلاح ما تعرفش هيغير النادي كلام من ده، إنه هيقعد سنة مش هيلعب دوري أبطال. دوري أوروبي ده دوري بتاع الناس التعبانة، ما ينفعش. رغم إنه كان ممكن يتأهلوا، لكن طبعا الظروف ما خدمتهمش. يعتبر جاكبوك ده من الحاجة اللي طلعت بيها الليفر من الموسم ده عامة. غير كده نص الملعب عايز صفقات. وطبعا في ناس كتير مشيت زي فيرمينيو. زعلت عليه قوي انه مشي فيرمينيو لعيب. يعني بالنسبه لي انت تقول تمشي فيرمينيو، لا اقول لك ده مجنون. اللي خد القرار برحيل فيرمينيو مجانا ده مجنون. عامة نفس القرار بتاع اوريجي ما كانش يمشي. اوريجي بديل 10 تقول الراتب بتاعه كلام من ده. لا لا لا، فيرمينيو لا، فيرمينيو جامد. هتقول لي ده عنده اتنين تلاتة، لا فيرمينيو ما يمشيش صراحة. أنا الهجوم بتاع الليفر صراحة كان حاجة، كان في ظل احتياج واحد زي فيرمينيو كان بيلعب لحد آخر دقيقة. ما تعرفش بقى دي الإدارة كلام من ده، لكن خسارة كبيرة جدا. لكن المكسب هو اللاعب الهولندي الشاب ده جاحد. بالنسبة لي اللاعب ده جاي وهيعمل ثنائية مع محمد صلاح كلام من ده. لكن ما تعرفش برضه محمد صلاح هيتن مع النادي ولا إيه، عشان لاعب مش هيبقى مشارك في دوري الأبطال كلام من ده. لكن استنوا، اللي انا بالنسبه لي الليفر الموسم الجاي هيخرب الدنيا عامه. نيجي نتكلم برضه، حد يقول لي انت ما اتكلمتش على ايطاليا. لا، جاي استور عليه. صراحه يا جماعه، نابولي ثم نابولي ثم نابولي ثم فارس حافظ. نابولي يعني انا لو هدي احسن مدرب في الدوريات الخمسه هدي سباليتي. سباليتي عمل لعيبه من لا لعيبه شباب وبتاع، وثقوا في نفسهم، وثقوا في المدرب كلام من ده، كلام اللي هو بتاع التحفيز والتربيت لا، حفظنا اسمائهم. لا، لعيبه يعني ماتش بتتمتع. انت راح ايه زي ايه سيمفونيه، زي فيلم. زي انت مش زي ما عايز تقول قول، زي ما فارس عوض كان بيقول انت رايح تسمع فيلم في الجنوب في ايطاليا. لا انت يعني انا لا اسمه ده افضل موهبه شابه اداها لكفار، افضل مهاجم اداها لاوسيمين، افضل مدرب اداها لسباليت، افضل نص ملعب انجويزا ده لعيب جاحد قوي.
سيموني برضو صاع مهاجم شاب اديها له. لا الدفاع، لا النص، لا كذا كذا كذا. هيقول لي يا عم ده انت بتتكلم ايه؟ دول طلعوا من نهائي الابطال. انا اصلا دي حاجه غريبه جدا جدا، حاجه غريبه جدا ان هم طلعوا من الابطال عامه يعني. حد يقول لي انت ده في حاجه بس كانت معديه كده كنت بظبطها. يعني نابولي موسم للتاريخ، سواء انهم خدوا البطوله بقالهم 20 15 سنه ما بياخدوهاش من الانتر، من اليوفي كان مسيطر عليها، او خدها الانتر السنه اللي فاتت او تقريبا الميلان. لا انت بتتكلم في نادي عاد بريقه. بس الحاجه الكارثه اللي هيعملها انه يتخلى عن النجوم بتاعته. يعني مثلا حاسس ان اوسيمين اتكل على الله، كفارا لو نفس الكلام هيرجع يتزايد الترتيب وهيمشي بالحروق. لو ده اللي هو تقريبا اللي هو المدرب بتاعهم اعلن انه هيمشي عشان خاطره، ما فيش حاجه يقول لك انا هريح سنه بالتدريب. لا ده المدرب، اداره النادي تقريبا هتفرط في لعيبه اقوياء ومش هتعوضه. ده اللي انا عرفته وسمعته من الاخبار يعني. لا بس صراحه هيزعلوا النادي وهيزعلوا الفريق، هيزعلوا الجماهير، لان كان فريق زي اياكس من 3 4 سنين. انا نسخه اياكس من دوري الابطال لما كانوا بيلعبوا من 3 4 سنين في دوري الابطال هو نفس النسخه. هتقول لي ما عملوش حاجه في الدوري الكلام من ده. هقول لك لا، ان دول عملوا طبعا. صراحه الفريق هيتفشكل، هيتباع نص وكلام من ده، هيبقى مطلوب له قوه، الارقام اللي فيه هتبقى مطلوبه بقوه. فالنادي طبعا هيعوز بدايل، فده هيأزم من الفرق في الفريق. لكن عامة انا لو من في الدوريات الخمسه اقول لي اختار مدرب، اختار سباليتي. كفاره مهاجم، اوسيمين انجويزا لعيب جامد جدا، في شويه لعيبه شباب صاعدين دول هيغرقوا اوروبا، انا متاكد منهم مليون من الميه. طبعا نيجي نتكلم طبعا عن برشلونه والريال. طبعا برشلونه خد الدوري، بس هينزل هتبقى فيه عقده طبعا في الابطال، لانه فريق ما ينافسش طبعا الابطال. نفس الكلام انا عن نفسي عايز السيتي ياخد الابطال، لانه فعلا مكافح وفعلا. ريال مدريد لو كان طلعه كنت هزعل جدا، رغم ان انا بحب الملك وبحب اشجع الملك، وده كان عباره عن خلاصه ما فاتنا في الدوري والكلام من ده. لو بعد كده ان شاء الله ممكن نقول فيديو عن الصفقات، حاجات من ده. وما تنساش برضو تخبط لنا لايك يعني لو عجبك الفيديو او كملت في دقيقه، رغم انها صعبه مش عارف ليه، رغم ان انت لو كملت هتشوف كلام يعجبك وكلام حلو من الاخر. طبعا هنتكلم طبعا لو خبرتني اي سؤال طبعا هرد من الاخر. معكم محمود علي في دقيقه كوره. سلام، ما تنساش تدعمني.